تخيل لو أن الأندلس لم تسقط أبداً. ليس مجرد حدث تغير، بل عالم كامل يعاد تشكيله. أول شيء سيتغير أوروبا نفسها، لأن الأندلس كانت مركز العلم، طب، رياضيات، فلك. لو استمر هذا التفوق، من كان سيقود العالم علمياً؟ الأغلب الأندلس، لا غيرها. ثم القوة، حضارة مستقرة لقرون إضافية، بدون انقسام، بدون صراعات داخلية. وهذا يعني شيء واحد: لا سقوط، لأن التاريخ واضح. ما يهدم من الداخل لا يصمد، لكن هنا الداخل قوي. تخيل قرطبة أكبر، أقوى، جامعاتها تقود العالم، طلاب من كل مكان، ليسوا يتعلمون فقط، بل ينضمون لأقوى حضارة موجودة. وهنا السر: من يملك العلم يملك المستقبل. اقتصادياً، الموقع وحده يكفي. بين إفريقيا وأوروبا، تجارة لا تتوقف، نفوذ يمتد، قوة تفرض بدون حرب. والآن اللحظة الحاسمة. ماذا ستكون النتيجة؟ عالم مختلف تماماً، توازن حضاري جديد، تأثير أقوى، وربما حتى شكل الدول اليوم لن يكون كما نعرفه. وفي النهاية، نعم، لو لم تسقط الأندلس، لم يكن التاريخ سيتغير قليلاً، بل كان سيتغير بالكامل. لأن سقوطها لم يكن حدثاً عادياً، بل لحظة التي غيرت مسار العالم كله.